سلام حبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت نهضر على هشام وخديجه وبغيت ندير هذا الفيديو باش كلشي يعرف القصه ديالهم. يلا نبداو. هشام وخديجه تعرفوا على طريق الواتساب. واحد النهار في رمضان صاحبتها دخلتها لواحد الجروب كانت فيه هي وصديق ديالها وهشام، وحيت صاحبتها ما علماتهاش باللي غادي تدخلها لداك الجروب تعصبات وقالت ليهم شكون دخلني، ووقعوا مناقشات هي وهشام وبلوكاتو. من بعد تسامحوا ورجعت دخلت للجروب وبقاو كيهضروا في البريفي وطورت العلاقه حتى دار هشام اول خطوه واعترف ليها بالحب ديالو باللي باغي يتزوج بها. لكن خديجه بلوكاتو المره الثانيه خوفا من النظره ديال عائلتها ليها. من بعد هضرات اخت هشام مع خديجه وفهمتها باللي راه ناوي المعقول، وتما ديبلوكاتو خديجه وطلب منها النمره ديال باها ديريكتومون. صافي من بعد دازوا المرحله ديال الزواج وبغاو يكملوا مع بعضياتهم. واحد النهار حتى هشام غادي يمرض وغادي يتنفخ ليه حلقه، غادي يقول باللي غير الحلاقم وغادي يمشي للفرماسيان يعطيوه شي دواء وصافي غادي يبرى. لكن داكشي كيتزاد شويه بشويه وكاع ما برا. هنايا هشام غادي يقرر يمشي للطبيب، خداو له عينه من نيفو وصيفطوه لبرا باش يشوفوا شنو عنده. في هاد الفتره كان خاصو يتسنى 20 يوم عاد تخرج النتيجه، لكن الطبيب قبل ما يمشي وجا عند خديجه وقال لها باللي تقدر يكون مرض السرطان. من بعد خرجت التحليله وعرفوا باللي بصح فيه مرض السرطان. وهنايا خديجه دخلت في حاله هستيريه، لكن هشام ردت الفعل ديالو جد عاديه. دازت المده العلاج ديال هشام وتشافى الحمد لله، لكن ما دارش زراعه النخاع باش المرض يتحد. صافي هنايا هشام وخديجه غادي يفرحوا وغادي يرجعوا للحياه ديالهم الطبيعيه. في رمضان 2023 بالضبط غيتعاود نفس السيناريو وغادي يفهموا باللي المرض عاود رجع. وهنايا دار العمليه ديال زرع النخاع، لكن عاود رجع ليه. ورغم هادشي كامل اللي زعما طاري ليهم، الا وانه كنشوفوا الحب في عينيهم وفي المواقف اللي كتجمعهم مع بعضياتهم. وفي هذا الاخير تكفل جلاله الملك نصره الله بهشام وداه لفرنسا باش يتعالج، ودابا راه هو وخديجه تما. خديجه مره عاد كتحط شي حاجه وكتقول المتتبعين ديالها يدعيو معاه. وفي هذا الاخير حطات باللي واحد الخبر صادم للمتتبعين ديالهم، هو هشام تشلل وما بقاش كيقدر يمشي. لكن هي كتقول متفائله بالله سبحانه وتعالى باللي هشام غادي يرجع معاها، وهذا اخر خبر حطاته. لكن كاينين شي باج اللي كيبقاو يحطوا شي اشاعات باللي هشام مات. بغيت نقول لهم اتقوا الله وخليو السيده تقابل راجلها. اخر كلمه نقولها هي الله يشافي هشام ويطول ليه في عمره ويخليه لمراته. ودابا نخليكم نتوما تخليو دعيوه لخونا هشام. باي باي.